حكايه بقى مدرسه المشاغبين؟ حضرتك اشتغلتي شويه في مدرسه المشاغبين صح؟ 20 يوم. كان ايه بقى اللي حاصل؟ ليه ال 20 يوم بس؟ كانت سهير البابلي جات لها حاجه في عينيها، تعب في عينيها، فراحت قالوا لها في دكتور كويس قوي في باريس مش هنا، هو اللي هيعمل الحاجه بتاعت عينيها دي. فقالت لازم على الاقل 15 يوم اسافر. فسمير خفاجه قالوا له دلوقتي هتسافر، طب هنعمل ايه، هنسوي ايه؟ نقفل. فقال لهم ونقفل ليه؟ نقفل ليه؟ ابطال المسرحيه كلهم الرجاله موجودين. الدور المدرسه ممكن حد يعمله، يحفظه كويس ويعمله، لكن اقفل ليه 15 يوم؟ كان حسن في الفتره دي بيعمل هو الناظر. انه الفتره الاولانيه ساعتها كنا احنا اتجوزنا من ايام فرق التلفزيون. من زمان قوي. فحسن قال لي اوعي. رفض؟ اوعي. ليه؟ ليه يا بابا؟ قال لي انت معاكي شله غيلان على المسرح. بصراحه لو ضيعتي افيه الواحد فيهم، يعني عادل امام، سعيد صالح، يونس شلبي، احمد زكي، كان يا حرام ما كانش دوره فيه افيهات. ايوه صح، كان طيب كده. لو كان لسه بادئ. كان لسه فلو ضاع افيه لواحد من دولت هيقفوا على المسرح وما عرفش يقولوا ايه ولا يعملوا. فما تحطيش نفسك في التجربه دي. قلت له خلاص. كلمني سمير خفاجه، قلت له خلاص يا استاذ سمير بلاش، لاني انا فعلا ممكن. سمعتي اقتنعتي بكلامه؟ بسمع كلامه طبعا. فقلت له خلاص، يعني هو ما قلتلوش ان حسن قال لي كده. قلت له انا شايفه ان انا ممكن اضيع افيه لحد ولا حاجه. قال لي ولا هتضيعي ولا حاجه، انت شاطره وتقعدي تشتغلي مع الملقن يومين وتتفرجي على سهير قبل ما تمشي يوم تنزلي تشتغلي. وقد كان. قد كان. واشتغلت، بقيت مش مركزه بقى في نفسي قد ما مركزه ان انا ما ضيعش جمله في النصيحه اللي طبعا يعني في افيه لازم اقوله لسعيد عشان يقول، في افيه لازم عادل واقف على السبوره اقول له الافيه ده عشان يقول. لو انا ما قلتش الافيه بتاعه يضيع. فانا بقيت مركزه 3 4 ايام، خلاص بقى، خلاص المساله مشيت خلاص معايا. بقى. سعيد صالح جيجي على الكواليس من ورا قال لي والله شاطره، والله ما ضيعتي حاجه. كانوا هم موافقين؟ استاذ حسن اللي كان خايف. لا بعد كده خلاص بقى. خلاص بقى. طبعا بعد ما رجعت بالسلامه هي طبعا كملت دورها يعني. طبعا انا كنت بعمله عشان سمير وعشان سهير كمان.